شباب ثالثه ثانوي ركزوا معايا. الفيديو ده عندنا فيه مجموعه من افكار مسائل. كل اللي احنا هنعمله في الفيديو ده عشان تبقوا فاهمين ان احنا هنشوف الافكار المهمه وازاي ممكن تتسال باكتر من صياغه. يعني احنا مش مجرد بنحل سؤال، احنا بنعرف كل الافكار اللي ممكن تيجي من خلال السؤال ده عامله ازاي. فركزوا معايا. مثلا نبتدي بسؤال رقم 19. ده من ضمن الاسئله اللي بيكون فيها لف شويتين ثلاثه كده، فنركز مع بعض. هو هنا الراجل مديني واير، ركزوا معايا، ادي الواير اهو، تمام، وعامل ايه جنب الواير؟ عامل لي جنب منه في رينج بالشكل ده، وبيقول لي انا عايزك تخليه لي، ركز بقى معايا، انا عايز البوتنشال ديفرنت عند النقطه A اعلى من البوتنشال B. يعني معنى كده ان الاي دي بوزيتيف والبي دي تكون نيجاتيف بالشكل ده. طب لو ركزنا يبقى انا المفروض الكرنت يبقى ماشي كده، لو رجعنا بالسهم كده 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 يبقى المفروض اللفه بتاعته كده. حلو. فين الماجنت اللي بتاثر عليا؟ الماجنت اللي بتاثر عليا بتاعت الواير بالشكل ده. طب حلو، الواير بالشكل ده فين التاثير بتاعه؟ هطبق امبير كده، الواير طالع يبقى من هنا داخل النقطه اكس دي تمثل بالنسبه لي مين؟ الدايركشن بتاع المagnetic فيلد. طب انا لو رحت للرينج وبصيت كده الراجل بيلف كده، يبقى التأثير بتاعي هو كمان لجوه داخل. طب ما طالما داخل بالشكل ده يبقى لو ركزنا هنلاقي من هنا داخل وداخل، يبقى الاثنين ماجنت مع بعض. مع بعض دي يبقى المفروض ان التأثير يكون فورورد ولا باك؟ ركزوا معايا كده، التأثير المفروض يكون فورورد. طيب نتصرف في سؤال زي كده ازاي؟ بصوا يا اساتذه، انا عرفت منين ان هو فورورد؟ معنى ان التأثيرين ماجنت مع بعض يبقى التأثير بتاع الانديوسد كارنت قد التأثير بتاع المagnetic فيلد. طب فورورد دي هتفيدني في ايه؟ الاي ام اف بتاعتي ليها حالتين، يا اما بتكون بوزيتيف ودي بنسميها فورورد ده شابتر 3، يا اما بتكون نيجاتيف ودي بنسميها باك. طالما الاثنين ماجنت طلعوا بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، يبقى معنى كده ان دول طلعوا فورورد. يبقى لو بصينا المفروض تشينج الفاي ام، ركز بقى معايا كده، تطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نفتكر قانون الاي ام اف، نيجاتيف الان تشينج الفاي ام ريليتد للتايم. طب ما معنى كده ان انا عايز الفاي ام المفروض بتاعتي تطلع ايه؟ ايوه ممتاز، نيجاتيف، عشان النيجاتيف مع النيجاتيف تدي بوزيتيف. طب ما النيجاتيف معناها ان انا اعمل تاثير يقلل. ايه التاثيرات اللي انا ممكن اعملها على الواير تقلل التاثير بتاع الماجنت بتاعه؟ يقلل الكرنت يبعده. نبص كده بيقول لك موفينج الواير توورد ذا ميتاليك رينج، لا طبعا لو قربت هزود، لكن لو بعدت هقلل. لو هقلل يبقى التشينج هيكون نيجاتيف مع النيجاتيف هيقلب بوزيتيف، يبقى هتبقى فورورد. وفورورد عشان الاثنين ماجنت اللي طالع من الانديوزد قد الثاني كدايركشن. اللي بعده سؤال رقم 23. ركزوا كده بقى معايا شويه في السؤال ده. هنا بيقول لي انا عندي ان اكس وان واي بالشكل ده. الان اكس اللي موجوده عندنا اللي هي السكندري كويل. طب انا عرفت منين ان هي السكندري كويل؟ ببساطه، مين اللي فيه الباتري؟ الباتري دايما بيكون كونكتد للبرايمري. طيب واللي طالع فيه الانديوسد كارنت بيكون اللي هو ما فيهوش الباتري او ما فيهوش السورس، فبالتالي التغيير او اي تغيير في الكارنت او المagnetic فيلد بيكون في البرايمري كويل. يبقى الراجل ده كده برايمري، الراجل ده كده سكندري. حلو. هو بيقول لي انا عايزك تجيب لي الميتوال اندكشن كوفيشنت، يبقى بشتغل على الميتوال. قبل ما اعمل اي حاجه اروح للقانونين بتوع الميتوال. الاي ام اف الاولانيه عندي هنا عباره عن نيجاتيف الام تشينج الاي بتاعت البرايمري كويل على التي، او الاي ام اف من كلام فاراداي هتكون نيجاتيف الان، ها ايه تاني؟ نركز، تشينج المagnetic فيلد اوفر مين؟ التايم. حلو قوي الكلام ده. لو ركزنا كده مع بعض تعالوا كده نشوف السؤال معايا. طب ما الاثنين بيحسبوا نفس الاي ام اف؟ الاثنين بيحسبوا نفس الاي ام اف. طب ما انا ممكن اساوي الاثنين ببعض؟ ممكن اساوي الاثنين ببعض. لو سوينا الاثنين ببعض هنا يبقى هيطلع الايكويشن شكلها ايه؟ ادي نيجاتيف الام، تشينج الاي اوفر التي ايكوال نيجاتيف الان تشينج الفاي ام اوفر التايم. والله النيجاتيف هتطير النيجاتيف، التايم هيطير التايم. يبقى لو ركزنا كده مع بعض الارقام الباقيه موجوده؟ موجوده. الميتوال هو ده اللي انا عايزه، تشينج الاي ب 2 امبير، يبقى دي الام في 2 ايكوال النمبر اوف تيرن عندي بكام؟ انا عندي 100 و200. هختار مين؟ احنا قلنا النمبر اوف تيرن اللي بستخدمها بتكون بتاعت السكندري كويل، يبقى هتبقى ال 100 في تشينج الفاي ام. فين الفاي ام؟ 20 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 3، بس هو كاتبها بالويبر يبقى هي الفاي ام، يبقى دي 2 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 3. بالبساطه خلاص كده انا اقدر اجيب الميتوال اندكشن عادي عن طريق ان انا هودي ال 2 هنا بالديفايد، اقدر اوصل للميتوال اندكشن اللي هي هتطلع 1 هنري. سؤال زي 24 نركز فيه عشان ده من الاسئله اللي فيها لف شويه. بيقول لي انا عندي فوتون المفروض ان هو بيتحرك، ركزوا بقى معايا، من الفيفث الكترون ليفل للفيرست انرجي ليفل. يبقى انا المفروض الراجل ده بيتحرك من اي 5 رايح لاي 1. حلو. يقول لي الراجل ده المفروض ان هو هينزل بعد كده على فوتو الكتريك سيل ليها ورك فانكشن. يبقى كده هو مربط لي شابتر 6 بشابتر 5 في نفس السؤال. طيب ما انا كده ممكن اي 5 ماينس الاي 1 دي كده ببساطه اقدر اجيب الانرجي ليفل بتاعتي. هقول نيجاتيف 13.6 اوفر 5 باور 2 ماينس ماينس عشان القانون 13.6 اوفر ال 1 باور 2. النتيجه اللي بتطلع باي الكترون فولت، صح؟ طب ما انا اسيبها بالالكترون فولت، اشمعنى؟ ركز بقى معايا. لان ببساطه النتيجه اللي عندنا هنا كورك فانكشن، ركزوا معايا، هو قايلها بالالكترون فولت. واحد يقول لي يا مستر بس انا لازم ابص على السؤال، الاجابات في الاخر بالجول، يبقى انا كده تمام. لو كانت الاجابات كلها بالالكترون فولت كنت هخلي دي من غير تحويل. احنا كنا بنحولها ازاي؟ عن طريق ان انا بقول ملتبلاي الاي اللي هي التشارج اوف الكترون، مكتوبه عندنا 1.6 في 10 تو ذا باور نيجاتيف 19. كده انا وصلت لمين؟ للانرجي بتاعت الفوتون اللي خرج اللي هي ممكن اسميها اتش نيو او اتش سي على لامدا. طلعت الناتج؟ طلعت الناتج. ابتدي بقى اخش على 5. بيقول لي انا هنزل المفروض على حاجه ليها ورك فانكشن 2.5. خلاص كلام جميل. يبقى هقول هنا الاتش نيو ايكوال
الورك فانكشن بلس الكاينيتيك انرجي. حلو قوي الكلام ده. انا عندي الورك، عندي الاتش نيو الرقم اللي هيطلع من هنا ابدا انزله هنا ببساطه. الورك فانكشن موجوده بس قايل 2.5 الكترون فولت، لا يبقى ما تنفعش، هنقول 2.5 ملتبلاي مين يا عم؟ التشارج اوف الكترون اللي هي 1.6 في 10 to the power negative 19 بلس مين يا عم؟ الكاينيتيك انرجي. كده ببساطه هيبقى فاضل عندي القانون الوحيد هو الكاينيتيك انرجي اللي الراجل ده طالبه مننا. سؤال تاني برده مهم وده في جزئيه الليزر بس محتاج مننا تفكير شويه. هنا بيقول لي ايه؟ في الشكل اللي قصادك ده المفروض ان انا بعمل ترانزيشن من فين لفين؟ انا عندي هنا ادي الهيليوم وادي مين؟ النيون. ركزوا بقى معايا شويه، بس هو حاطط لك ليفل كده. اول حاجه لازم الاي والسي الاثنين دول ليهم نفس الانرجي او الاكزايتد ليفل او ميتا ستيبل ليفل زي ما احنا متعودين. هو ده سؤال الحته دي، بيقول لي انهي واحده فيهم ايكوال في الانرجي، اللي هو الاكزايتد بتاع الهيليوم والاكزايتد بتاع النيون لازم يطلعوا هما الاثنين عشان يفضل الليزر بتاعي فيكسد ويف لينس او مونوكروماتيك. طب ده كلام ممتاز، بس الفكره بقى في الموضوع او الذكاء في الموضوع لو ركزنا يا شباب ان انا لازم ابقى فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط جوه الهيليوم نيون ليزر. مبدئيا التيوب بتاعتي، وده من ضمن الحاجات اللي انت ما تنسيش، لازم بتكون عند بريشر 0.6 ملم ميركوري. الرقم ده ما يتنسيش، هو موجود في ورق المفاهيم بس مستخبي. تمام؟ ده البريشر الاساسي اللي موجود جوه. وانا بروح اعمل ايه؟ كالاتي: الجزء ده اللي فيه الهيليوم والجزء ده فيه اعمل ايه؟ النيون. بوصل الاثنين بالكتريك سورس. الالكتريك سورس بيعمل ايه؟ بيعمل اكزايتيشن الاول للهيليوم، وبعد كده الهيليوم يعمل ريلاكسيشن، الفوتون بتاعه يروح داخل عامل اكزايتيشن للنيون. واحد يقول لي يا مستر يبقى كده المفروض النيون بعد كده يعمل ريلاكسيشن. لا يا حبيبي مش هيعمل ريلاكسيشن، النيون ده بيقعد لايف تايم اطول، يعني بيطول شويه في الاكزايتيشن وده المهم بالنسبه لنا، لغايه ما الحركه اللي حصلت في الهيليوم تحصل تاني. الالكتريك يبدا يعمل له اكزايتيشن وبعد كده الهيليوم يعمل ريلاكسيشن مره ثانيه ويروح مدخل الفوتون المره دي بس على النيون وهو ات اكزايتد ستيت لان لسه اللايف تايم بتاعه ما خلصش. فالحاله دي بنسميها حاله ايه؟ ايوه ممتاز اللي قال ستيميوليتد ايميشن. هي دي اساس الليزر. يبقى من الاخر مين اللي بيحصل فيه الستيميوليتد ايميشن او الببليوجن انفرجن ستيت؟ النيون. مين السورس الاساسي اللي بيعمل اول اكزايتيشن للنيون؟ الهيليوم. مين السورس اللي بيعمل اكزايتيشن للهيليوم؟ الالكتريك سورس او بنسميها الكتريك ديسشارجنج. ده او ده الاثنين نفس المعنى. كده احنا لخصنا الحته بتاعت الهيليوم نين، وما تنسوش الرقم ده 0.6 ملم ميركوري. التيوب نفسها بتبقى جوه البريشر ده. سؤال برده من ضمن الاسئله المهمه معانا ورخمه شويتين نركز فيها. عندنا سؤال رقم 29 بيقول لي هنا في السؤال ده ايه؟ انا عندي الكتروموتيف او الكترومagnetic راديشن بفريكوانسي نيو ونازل على سيرفيس ليه ورك فانكشن بكام؟ ايوه ممتاز اللي قال 3 الكترون فولت. طب وبعدين هنتصرف ازاي؟ ركزوا بقى معايا كده ونشوف. الراجل ده بيقول لي المفروض في ماكسيمم كاينيتيك انرجي كمان حصلت ب 2 الكترون فولت. يبقى انا المفترض هنا ان انا عندي اتش نيو، القانون بقى بتاع شابتر 5 الفوتو الكتريك سيل. ايوه كاينيتيك انرجي. حلو. الاول كانت نيو بس عملت لي ورك فانكشن موجوده بكام؟ ب 3 الكترون فولت. بمناسبه بقى الورك فانكشن، من ضمن الاسئله اللي بتتحط كده في الاسئله الايسي اللي هو موضوع ان هو يسالني على الحاجات اللي ديبند على الكايند اوف ماتيريال، من اهمها الورك فانكشن. عايز تغير الورك فانكشن يبقى لازم تغير الماتيريال بتاعتك او الميتال بتاعتك. حلو، يعني معنى كده ان دي ثابته طول السؤال بتاعنا. كلام جميل. وبعدين ركزوا معايا، الكاينيتيك انرجي قال انها ب 2 الكترون فولت. ممتاز يا عم الكلام، وده اللي احنا وصلنا له هنا. وده اتعلموه دايما واحنا بنحل اي سؤال، ما استفيد من اللي موجود وبعد كده شوفوا عايز ايه. بيقول لي انا حطيت انستنس راديشن تاني بس حطيتها بانذر فريكوانسي 2 نيو، يعني معنى كده ان انا زودت الفريكوانسي للدبل. طب ما حلو، النتيجه كانت بتاعت ده بكام؟ ب 5 الكترون فولت. ده لا، طب لما تبقى اتش في 2 نيو يبقى انا كده خدت الفاليو كلها ملتبلاي 2. حلو، يعني طلعت معايا المفروض ب 10 الكترون فولت. بيقول لي الكاينيتيك انرجي في حاله زي كده عامله ايه؟ والله الموضوع عبيط قوي. بصوا كده معايا، هروح حاطط نفس القانون بتاعنا ده اتش نيو بس ملتبلاي 2 اللي هي احنا لسه كاتبينها بكام؟ ب 10 الكترون فولت. حلو، ايكوال الورك فانكشن بلس الكاينيتيك انرجي الجديده. الورك فانكشن بتاعتي هنا ب 3 الكترون فولت. ممتاز. وانا عندي هنا 10 يبقى 10 ماينس 3 اللي هي هتطلع معايا 7 الكترون فولت. ده مهم بالنسبه لنا قوي، ده يمثل بالنسبه لي الكاينيتيك انرجي بتاعتي. الجزء اللي بعد كده سؤال زي رقم 32، سؤال دمه خفيف بس الفكره كلها في حته الجرافات. هو هنا مديني اي مع التايم، فممكن واحد يبص ويقول لي ايه ده؟ انهي ريليشن اللي فيها الاي مع التايم بالشكل ده فتبقى الكيو على التي؟ لا، مفيش حاجه اسمها كده. اول حاجه لازم تبص عليها، هو الراجل ده بيسال على الاي مع تايم بشكل ريليشن مباشره ولا هو مدخلها في شابتر 3؟ اي حاجه فيها تايم تركز فيها ان هو ممكن يكون مدخلها لك في شابتر 3. لما نبص كده بيقول لي ده كارنت انتنسيتي جوه السولينويد كويل وتايم اف ذا اندكشن اوف ذا كويل سيلف اندكشن. حلو قوي. سيلف اندكشن يبقى الاي ام اف بتاعتي نيجاتيف ال تشينج الاي اوفر التايم. ال هو مديهاني نيجاتيف 60 ملي هنري، يعني ادي 10 نيجاتيف 3. الاي بقى تشينج الاي بتاخد الرقم الاولاني والرقم الاخير اي 2 ماينس اي 1 اي 2 ماينس اي 1. طب اوفر مين؟ التايم. ركز كده، الاي الاولانيه كانت 4 اهي 4، الاي الثانيه قلت لغايه لما وصلت للزيرو، يبقى 0 ماينس ال 4. التايم بتاعي ب 10 ملي يعني في 10 نيجاتيف 3. حلو قوي الكلام ده، لو بصيت خلاص المساله اتحلت لانها هتطلع ادي نيجاتيف 60 في 10 تو ذا باور نيجاتيف 3. حلو الكلام. ملتبلاي مين؟ نيجاتيف ال 4 اوفر
10 ملتبلاي 10 تو ذا باور نيجاتيف 3. طبعا نيجاتيف والنيجاتيف قلبت بوزيتيف، فهتطلع النتيجه في الاخر معايا 24 فولت. سؤال برضو من ضمن الاسئله اللي ممكن تعمل لخبطه معاكم وانتوا شغالين، سؤال زي 35 ده، الاسئله اللي بيكون فيها جرافات دي بتبقى احيانا مستفزه كده ومتعبه. نركز كده مع بعض. بيقول لي هنا الشكل اللي احنا شايفينه قصادنا عباره عن ايه الشكل ده؟ بيقول لي دي ركز كده، الكويل بتاعنا بالشكل ده اهو، ركزوا معايا هنا، والمفروض ان هو هيلف كده، يعني هيبدا يلف من الوضع ده كده بالشكل ده. يعني معنى كده ان مثلا لو بصيت لفيت الراجل ده كده هلاقي مثلا الكويل بتاعي خد الوضع ده بالتقريب، مثلا لف اتنقل من النقطه دي للنقطه دي. ماشي، نكمل مع السؤال. بيقول لي المفروض ان انا هبدا من وضع ال 90. طب ما التورك بتاعي المفروض بي اي اي ان ساين الثيتا، وضع ال 90 ده اعلى حاجه. معنى ان هو يبدا من وضع ال 90 اهو، روتيت فروم 90، يبقى معنى كلامي هنا ان انا هلاقي ان لو ركزت كده معايا المفروض الانجل دي بتقل، صح؟ يبقى كده التورك المفروض بيقل. خد بالك بقى هو عامل ايه هنا في السؤال، بيقول لك لا، اعمل حسابك ان انا هعمل ايه، ان انا هخلي الالكتريك كارنت يعمل ستيب اب جوه الكويل. ايه ده؟ يعني هخلي الكارنت يعلى. طب الكارنت عالي والانجل قلت، يبقى معنى كده ان المفروض كتوتال التورك فضلت زي ما هي. يبقى كده مبدئيا التورك كونستنت. ولو جيت حبيت اجلس عليك وقلت لك الفورس هنا وهنا، طب ما الفورس هنا وهنا جايه من التورك، يبقى الفورس هي كمان كونستنت. بيقول لي انهي واحده بقى من دول اللي هتتغير، يعني انهي كميه من الفيزيكال كوانتيتي اللي موجوده عندنا هنا هتتغير. لو ركزت كده السؤال ده خبيث شويه، الاي والاي والان دول كانوا حاجه اسمها، ايوه ممتاز، ماجنتيك دايبول مومنت. يبقى انا لو غيرت الاي هغير الماجنتيك دايبول مومنت، بس ليه؟ لان الماجنتيك دايبول مومنت لو بصينا اي اي ان، يعني معنى كده ان الاي بتاعتي دي، ايوه ممتاز اللي قال، الاي دي بالنسبه لي لو عليت، لان مفيش اي ارتباط هنا بالانجل، يبقى الاي لو عليت هتاثر على الام دي، لان مفيش الانجل اللي بتاثر فوق على التورك. اللي بعده سؤال موجود هنا عندنا، وده يفكرنا شويه بشابتر 1 والعيب حته شابتر 1 شويه، فنركز بقى مع بعض يا شباب. هو هنا الراجل مديني المفروض القرايه بتاعت الفولتميتر اللي فوق دي بكام؟ ب 7.2. قرايه الفولتميتر اللي فوق دي الفولتميتر اللي على الباتري اللي هي الفي بي ماينس اي ار سمول. بصوا بقى جاي منين القانون ده؟ ان الفي بي اساسا بتبقى عباره عن اي ار توتال بلس الار سمول، لو فكيتها هتبقى اي في ار توتال مره واي في ار سمول مره. فلما معنى ان انا امسك كده يبقى انا بقول ايه الجزء اللي خارج اللي بره. طب ما هو اللي خارج اللي بره ده اللي هو الاي في الار توتال، يعني ممكن اسمي دي كده على جنب ليا انا وانا بحل ان دي الاي في الار توتال. حلو قوي الكلام ده. نبتدي الاول نشوف هو قايل ايه. قال ان الرقم ده ب 7.2، وقال ان الفي بي نفسها ب 10 فولت. حلو قوي الكلام. وبعدين الاي في الار بقى، ركز كده معايا، الاي نفسها ما اعرفهاش، بس الار سمول 1.4. حلو كده. اقدر اجيب الاي من هنا عادي جدا، مجرد ان انت يا تحلها شيفت سولف يا تودي دي الناحيه الثانيه بالماينس وتحل عادي، مفيش اي مشكله بالنسبه لك. طب حلو، جبنا الاي، وده هيفيدني في ايه؟ هو الراجل بيقول لي انا عايز الفاليو بتاعت الار دي. طب الار دي اللي هي جوه مين؟ ده جوه السيريس اللي موجود هنا. طب ما تيجي نجيب الار توتال كده على جنب لينا احنا. الار توتال عباره عن ار بلس 3، ده كده الطرف الاولاني صح؟ الار وال3 سيريس. برق لمين؟ لل9، يبقى ملتبلاي 9 اوفر 10 على 10 ار بلس 3 بلس ال9. طب يا مستر انا عندي الار اللي هو طالبها انون والار توتال انون. لا، الار توتال مش انون. احنا لسه قايلين من شويه ان احنا الاي في الار توتال هي الفي اللي هي 7.5، يبقى دي اي وادي ار توتال ب 7.5. حلو. ولسه جايبين الاي من هنا ولا لا؟ ايوه جبنا الاي من هنا. خلاص الموضوع بالنسبه لي منتهي. مجرد ما احط الاي واحط الار توتال بالنسبه لي هتطلع الار توتال هنا بالنسبه لي 4. ابدا اعوض بالفور هنا، هجيب الار بتاعتي اللي موجوده هنا اللي هي هتطلع معايا 3. ماشي الكلام. يبقى مجرد ما هتعوض هنا شفت سولف على طول تقدر تطلع الار بتاعتك بكام؟ ب 3. الجزء اللي بعد منها، وده من ضمن الاسئله اللي احنا هنحتاج فيها برده شرح شويتين ثلاثه، ان هو يديني حاجه زي شابتر 5 اللي احنا شايفينها دي كده قصادنا. السؤال اللي هو ساله هنا ما يعتبرش بالنسبه لي صعب، لكن احنا محتاجين نتعرض لكام فكره ليها علاقه بشابتر 5 في الحته دي. ركزوا معايا كده يا اساتذه. هو هنا بيقول لي ايه؟ الكيرف اللي احنا شايفينه قصادنا ده ده بتاع بلانك ديستريبيوشن بالشكل ده. السؤال بتاعه دمه خفيف، بس في حاجه انا هقولها لكم دلوقتي برده نفتكرها في الحته دي. بلانك كان ضد توقع الكلاسيكال. الكلاسيكال اللي هنا كان ايه مشكلتهم؟ عشان السؤال ده دايما جاويين يحطوه. مشكله الكلاسيكال ان هم تعاملوا مع الانرجي على انها كونتينيوس انرجي، الانرجي بتاعتي ايه؟ كونتينيوس. وتعامل مع الجزء بتاع بلانك ديستريبيوشن ده، تعامل مع الانرجي بحقيقتها انها كوانتايزد. كلمه كوانتايزد يا جماعه انها فيكسد كوانتيتي، يعني ايه؟ كل رقم فريكوانسي او كل رقم ويف لينث ليه انرجي خاصه بيه. ده كلام بلانك اللي هي اتش سي على لامدا او اتش نيو. يبقى معنى كده ان عيب الكلاسيكال ان الانرجي كونتينيوس. الحقيقه اللي قالها بلانك ان الانرجي كوانتايزد يعني فيكسد كوانتيتي. كلام جميل. وبعدين نركز بقى كده مع بعض ونشوف دنيتنا رايحه لغايه فين هنا. سؤاله هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عايز العب مع التمبريتشر يا عم. اللعبه مع التمبريتشر كانت اسهل شويه، يعني ايه؟ لو نفتكر كده كان الجراف معانا بالشكل ده، اللاين كده او الديستريبيوشن بالشكل ده. لو انا عليت التمبريتشر ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه في هنا عندي اللامدا ماكسيمم،
بتاعت الماكسيمم انتنستي. لما بعلي التمبريتشر بلاقي الكيرف ده اللي حصل له عالي بالشكل ده كده، واللامدا الماكسيمم قلت شويه. مين اللي قال الكلام ده؟ كان عندي فينز لو بيقول لي ان اللامدا انفرس بروبوشنال تو تمبريتشر. طب سؤال مهم، هو انا مش عارف ان اللامدا انفرس بروبوشنال كمان للفريكونسي؟ طب واحد يقول لي نص سمستر يبقى كده الفريكونسي دايركت بروبوشنال للتمبريتشر. ممتاز. انا ايه اللي خلاني قلت الفريكونسي هنا؟ لان هو هنا ما سالش على اللامدا بالشكل التقليدي، ده قال لك ايه اللي هيحصل لما التمبريتشر بتاعتي تزيد للفريكونسي. بيقول لك البيك اللي هتحصل للكيرف هتشيفت ناحيه اللاير ولا ناحيه الهاير فريكونسي؟ طبعا هتشيفت ناحيه الايه؟ الهاير. كام واحده هاير؟ 2. ايه ده؟ هو سائل على ايه كمان؟ بيقول لك الاريا اندر ذا كيرف. فين الاريا اندر ذا كيرف؟ الاولاني الاريا بتاعته الحته دي، التاني لما عليت التمبريتشر زادت الحته دي، يبقى معنى كده ان المفروض الاريا اندر ذا كيرف ايه اللي هيحصل لها؟ هتزيد. يبقى الفريكونسي هتزيد والاريا بتاعتي هي كمان هتزيد. الجزء اللي بعد كده سؤال زي سؤال 39 ده على شابتر 8، ومن الاسئله اللي دمها خفيف ومضمونه في الامتحانات، بس محتاجه منك تركيز لان الفاظ السؤال ممكن تخدع. يعني ايه الكلام ده؟ ركزوا بقى معايا واحنا نشوف كده مع بعض. هو هنا بيقول الراجل، نركز، بيقول لي انت عندك الكونسنتريشن بتاع الفري الكترون في البيور سيليكون كريستال. طالما بيور سيمي كوندكتور يبقى المفروض ان الرقم اللي هو قاله لي ده بسميه ان اي. الان اي يا عم ب 10 باور 10 سنتيمتر باور نيجاتيف 3. حلو، ده كده الان اي الكونسنتريشن اوف الكترون اور هول. وبيقول لي انا حطيت فوسفورس. الفوسفورس لما حطيتها المفروض الكونسنتريشن بتاعها دي دونر اتوم، يبقى الفوسفورس بتاعتي بسميها ان دونر. اشمعنى دونر اتوم؟ لان دي بنتا فالنس. بنتا فالنس يعني فيها 5 الكترون، فيها الكترون زياده، فهتبقى دونر، بتدي الالكترون الزياده بكام يا عم؟ ب 10 باور 12. حلو، يبقى كده انا حولتها لان تايب كريستال. طالما ان تايب كريستال اكتب قوانينها. لو انا عايز كونسنتريشن الكترون في حاله الان تايب يبقى عن طريق مين؟ الان دونر. طب لو انا عايز كونسنتريشن الهول في حاله الان تايب بتبقى الان اي باور 2 اوفر الان دونر. كده حطينا القانونين اللي احنا هنحتاجهم. نعمل ايه بقى؟ نشوف هو الراجل عايز مننا ايه. اول سؤال بيقول لك هات لي الكونسنتريشن اوف هول في البيور سيليكون كريستال. السؤال ده من كتر سهولته ممكن يخضك. انت عايز الكونسنتريشن في بتاعت الهول في البيور سيليكون. بيور ايه؟ احنا في الان تايب. ايوه ماشي، بس هو مديك معلومه للبيور اللي هي الان اي. ايوه الان اي احنا قلنا كونسنتريشن مين اور مين؟ الكترون اور هول. طب ما خلاص، ما كده هي مجاوبه نفسها 10 باور 10، لان الان اي تنفع الكترون وتنفع هول طالما انا في البيور. يبقى ده سؤال مهم. طيب لو انا عايز اجيبها بقى بعد ما عملت الدوبنج، بص هنا انا الكونسنتريشن بتاعتي بعد ما عملت الدوبنج يبقى البي بتاعتي هتطلع ان اي. فين الان اي؟ كام رقمها؟ ايوه 10 باور 10 توتال باور 2 اوفر مين يا عم؟ الان دونر. الان دونر بكام رقمها؟ ب 10 باور 12. هيطلع على طول معايا في الاخر 10 باور 8. يبقى الاجابه بتاعتي الاولانيه 10 باور 10، الثانيه 10 باور 8. ركز مع بعض يا اساتذه. سؤال من اسئله اللي برضو بيكون فيها شويه تكات شويه في الشغل كده، فنبقى مركزين فيها قوي. هنا بيقول لي الشكل اللي قصادي باتري، وجنبيها هنا فاريبل ريزيستنس، وجنبيها هنا عندي ريزيستنس ثانيه. وخد بالك لما تيجي ترسم الفولتميتر اللي هو رسمه ما ترسموش من على الحواف كده، ارسمه من النص عشان تفهم ان ده مجرد جهاز بيقيس، مش وصله هيتقسم فيها الكرنت، عشان ما تعملش كرنت ديفايدر وتفتكر ان دي بارل وتلخبط نفسك. ماشي، وعندي هنا ار ثانيه كده بالشكل ده وعليها فولتميتر ثاني اللي هو في 1، وعندي هنا ار 2 بالشكل ده. نركز بقى كده ونشوف الفولتميتر اللي هنا اللي هو الفي 1، ونركز نشوف احنا هنعمل ايه في السؤال. هنا عندنا انا عندي دي فاريبل ريزيستنس بالشكل ده، وعندي دي ار 3، وعندي هنا ار 2، وعندي هنا ار 1. نركز بقى مع بعض كده ونشوف احنا هنعمل ايه بالظبط. بالشكل اللي احنا شايفينه هو بيقول لك ايه اللي هيحصل لو انا هلعب مع الفاريبل ريزيستنس دي بحيث ان انا اعمل لها ايه؟ هزودها، هخلي دي انكريز. حلو قوي الكلام. والله طالما سيادتك هتزودها هنعمل كالاتي ببساطه. الفي اللي موجوده هنا عندي، جمع بقى كل حاجه موجوده على الفي هنا وهنا. الفي الاولانيه قانونها اي في ار 1، بس دي اي توتال. اي توتال انا جبت منين اي توتال؟ بص يا اساتذه، مش الباتري ماشي فيها الكرنت كده، هيمشي كده وكده، يبقى كلهم سيريس كونكشن، يبقى مفيش اي تقسيم للكرنت. واحد يقول لي تقسيم فوق، قلنا ده جهاز بيقيس مش كرنت هيمشي فيه. يبقى كده بالنسبه لي الكرنت بتاعي سيريس في الكل، يعني كونستانت في الكل. حلو، سؤال بسيط، هو انا لما اعلي واحده من الريزيستنس السيريس مش هتعلى الار توتال؟ طبعا، لان الار توتال عندي شامله كلهم مع بعض، يعني شامله لي ار 3 وار 1 وار 2 والاس. طب ما الاس عليت، يبقى معنى كده ان الار توتال عليت، يبقى الاي توتال ايه اللي هيجرى لها؟ هتقل. يبقى كده الفي 1 ايه اللي هيجرى لها؟ هتقل. يبقى كده مبدئيا الفي 1 سهله، لان كده ببساطه ظهرت معايا انها ايه؟ قلت. فاضل لي بقى الفي 2 عشان نفهم الحدوته بتاعتها ماشيه ازاي. بص كده على الفي 2 عشان الفي 2 فيها تشبيكات شويه. بيقول لي ايه يا عم؟ الفي 2 عباره عن اي، نجمع الفيهات اللي عندها اي توتال في ار 3. حلو، وهنا دي الجزء الثاني اي في اس. حلو قوي. والجزء الثالث ايه ده؟ هو في جزء ثالث؟ مش في باتري اهي. ايوه صح، يبقى الفي بي ماينس الاي ار سمول. حلو قوي الكلام. ركزوا كده بقى معايا شويه. الراجل ده فيه اي قلت، والراجل ده فيه اي قلت، والراجل ده الوحيد اللي فيه اي قلت، بس كتوتال هتزيد. كم مره قلت الاي؟ مرتين. يبقى معنى كده ان توتال الفي 2 ايوه هتقل هي كمان، لان معدل الناقص اقل بكتير جدا من معدل
الريت بتاع الانكريزنج بتاعت الفاليو هنا، يبقى الايات قلت كذا مره وبالتالي هيبقى ان توتال الفي اللي هيحصل لها هتقل. بصوا بقى معايا عشان السؤال رقم 43 ده من الاسئله المهمه جدا وممكن تلفف الناس شويه في الحل. بصوا بقى معايا هنا الراجل بيقول لي ايه؟ بيقول لي انت عندك بوتنشال ديفرنت بكام؟ على طول هو ابتدى على طول ان انت عندك بوتنشال ديفرنت او اي ام اف، براحتك اكتبها زي ما انت عايز. مالها بقى يا عم البوتنشال ديفرنت دي؟ نمشي مع خطوه خطوه. يبقى انا عندي هنا في او اي ام اف generated across second hand of the tower clock. يعني انا عندي برج، البرج ده السكند هاند يقصد بيها عقرب الثواني. تمام. المهم ان هو بيتحرك بريبنديكولار تو ذا ماجنتيك فيلد، وبيقول لي ان في الاريا بتاعت السكند هاند دي المفروض ان يعني ده عقرب الثواني بتاعنا بالشكل ده، قاعد عمال يغطي ايه؟ اريا اثناء ما هو بيلف، اللي هي الحته اللي هو بيغطيها دي. فهو قال ان المفروض في ريت بتاع تشينج للاريا ده، المفروض ان في تشينج حصل للاريا بكام رقمه قايل؟ بيقول لك ان المفروض الاريا كاتنج ذا ماجنتيك فلكس ديو تو ذا روتيشن ايكوال الكلام ايه؟ 0.72. حلو، ادي الاريا يا عم، متشكرين. وبعدين بس قال انها كومبليت سايكل. ركز بقى معايا في كلمه كومبليت سايكل عشان ده هو ده فكره السؤال اصلا. كومبليت سايكل ليها هدف، تعالوا كده نشوف. هو بيقول لك انا عايزك تجيب لي الافكت بتاع الماجنتيك فلكس اللي هيأثر عشان تطلع الاي ام اف كده. مبدئيا طالما تغيير للاريا والكلام ده كله يبقى دي ام اف المفروض اللي بتاعت فاراداي، قانونها الاي ام اف ايكوال، ركز بقى معايا، نيجاتيف الان تشينج البي ممتاز في الاي اوفر التايم. التشينج اللي حاصل احنا لسه قايلين التشينج حاصل في مين؟ في الاريا، هو اللي قايل تشينج ان ايه؟ سويبت اريا، الاريا اللي غطت. حلو الكلام، يبقى البي زي ما هي وتشينج الاريا عندي رقم. حط كده الارقام اللي عندك. الاي ام اف لو ركزنا كده معايا رقمها هو قايل انها 6 ملتبلاي 10 تو ذا باور نيجاتيف 3. حلو. والنمبر اوف تيرن اللي موجوده عندي هو قال لي كومبليت سايكل يعني ادي 1. حلو. ليه انا كنسلت النيجاتيف هنا؟ لانه سائل على حاجه مالهاش علاقه بالاي ام اف. الاي ام اف الدايركشن بتاعها هو اللي بيعتمد على النيجاتيف اذا كانت فورورد او باك. طيب البي انا ما اعرفهاش، الاريا الراجل قايلها 0.72. التايم بقى، ما لو تايم موجود المساله خلصت. كومبليت سايكل وبالنسبه لعقرب ثواني، عقرب الثواني لما بيكمل لفه كامله بتبقى عدت دقيقه 1 مينيت، يبقى دي هتبقى 60 سكند. كده السؤال اتحل. كده ما فاضلش عندي غير البي، هحلها عن طريق شيفت سولف على الكالكوليتور هجيبها هتطلع 0.5. السؤال اللي بعده من ضمن برضو الاسئله اللي بيكون فيها لف شويه ومحتاجين ان احنا نفتكر فيها حدوته كيرشوف مره كمان. بيقول لي هنا في السؤال ده 48 المعلومه اللي موجوده عندي، بيقول لي انا عايز الفاليو بتاعت الالكتريك كارنت اي 1. بصوا بقى دي الطريقه الستاندرد بتاعت كيرشوف، ان انا اجيب الثلاثه ايكويشن وابدا ارتبهم على الكالكوليتور. خلوا خطوه الايكويشن بعيده عن خطوه الكالكوليتور. ازاي؟ بصوا كده النقطه دي الكرنت داخل، الكرنت خارج، الكرنت هنا داخل، يبقى امسك نقطه واشوف. لقيت ان اي 1 داخله واي 3 ايوه داخله واي 2 هي اللي خارجه. حلو. لما اجي اقسمهم ككالكوليتور بقى الترتيب برتب اي 1 اي 2 اي 3، يبقى كده اي 1 ماينس اي 2 حلو قوي بلس اي 3 ايكوال كام يا عم؟ 0. ادي اول ايكويشن. تاني ايكويشن بتيجي من الكلاس باص زي ما اتعودنا مع بعض بناء على دايركشن الكرنت، داخل بوزيتيف خارج نيجاتيف. هنا بالنسبه لي داخل بوزيتيف خارج نيجاتيف. حلو قوي الكلام ده. هو داخل من هنا بوزيتيف. حلو قوي، ركز كده بقى معايا. نعمل هنا كلوزد باص، نعمل هنا كلوزد باص، وفرضا نلف كده، لف زي ما انت عايز طالما حطيت البولاريتي. يبقى نيجاتيف 18 بوزيتيف 12 اي 3 نيجاتيف 6 اي 1. في حاجه تاني؟ لا مفيش حاجه تاني. روح بقى حط رتب الايكويشن دي كده على طول، كل ده ايكوال 0. هنرتب الايكويشن في اي 1 وفي اي 3. اي 1 ادي نيجاتيف 6 اي 1، في اي 2 لا الخانه بتاعتها 0 عشان لما اجي احطها على الكالكوليتر، بلس الاي 3 12 اي 3 ايكوال فين الرقم بتاعي؟ نيجاتيف 18 تخرج بره تبقى 18. كده فاضل الايكويشن رقم 3 خلاص، وادخلهم على الكالكوليتر والمساله تخلص بسرعه. الراجل ده فين الدايركشن اللي هنا؟ بص كده بقى معايا، الراجل ده لافف هنا 3 وهنا 2. طب انا ممكن اريحهم خالص طالما هما الاثنين نفس الكرنت، يبقى اخلي دي 5 والكرنت يبقى داخل من هنا بوزيتيف نيجاتيف، والف جوه الكلوزد باص ده كده عكسه زيه براحتك. هنلف كده هتبقى بوزيتيف اهي 6 اي 1، امشي كده بوزيتيف 5 اي 2 نيجاتيف 21. مفيش حاجه تاني، مفيش حاجه تاني ايكوال 0. روح حط بقى الايكويشن دي رتبها، ادي عندي 6 اي 1 في اي 2 بلس 5 اي 2 في اي 3 لا يبقى بحط الخانه بتاعتها ب 0 عشان الكالكوليتر، دي تخرج بره يبقى 21. هتحل الكلام ده بطريقه اكس واي زد اللي هي اغلب الكالكوليتر عندنا بتبقى تشيفت مود، وبتدخل على 5 اللي هي الايكويشن وتختار من الايكويشن نمبر 2 اللي هم 3 فاريبل اكس اند واي اند زد. الاكس بتبقى اي 1، الواي اي 2، الزد اي 3، وتحل المساله بتاعتك عادي وتشوف بقى الارقام اللي هتطلع، وطالب اي 1 يعني رقم الاكس اللي هيطلع معاك وهتطلع ب 1 امبير. طيب بصوا يا اساتذه، ان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي هنكمل على برضو اكتر الافكار التعرض ليها في الامتحان، وهنشوف ايه نوعيه الافكار اللي ممكن تيجي ايساي وبروبلم في نفس ذات الوقت. شدوا حيلكم وركزوا في الفيديو اللي جاي ان شاء الله باذن الله كمان، لان برضو هنحرق افكار اشد شويه من دي. اشوفكم على خير.